انا هعمل ديل كويس. تمام. انا هروح مركز الحكم، معايا الماسة بشهادة. بعد ما تروح معمل بفضل الله تعالى وتاخد الشهادة، هطلع على مركز الحكم. معادلة زراعة الألماس في إيدي، وفرض القرآن الكريم في إيدكم، مع شروط. الشروط دي كالآتي: الحاكم اللي يجي بعد سنة، بعد 20، بعد 30، بعد 40، بعد 50 سنة، ويعمل توقف لفرض حفظ القرآن الكريم، يقتل. القرار هيكون كده: مدارس تحفيظ القرآن الكريم، معادلة الألماس، زراعة الألماس معايا بفضل الله تعالى. يعني نتكلم في قصة اللي يزرع الألماس ومش هقعد أنا بإيدي أعمل كده. لا، إحنا نعملها نسب، مش نسب، نعملها يعني حزم. كل حزمة بكذا، هي ليها معادلة واحدة، ما ينفعش انت تزودها ولا تنقصها. سبحان الله يعني، يخلق ما لا تعلمون. مثل الجنين، شفت الجنين انت؟ الجنين في رحم امه نفس القصة. الله تبارك وتعالى جعل الألماس هكذا، ومفيش ألماس أنقى منه في العالم، سبحان الله. بس ليه نظام عمل الله تبارك وتعالى حدده واضح وصراحة يعني. فالله تبارك وتعالى أكرمني وأنعم علي من فضله أني أنا أتوصل للمعادلة الصحيحة بالأرقام الصحيحة والنسب الصحيحة، وهذا فضل الله، ولا علم لي إلا ما يعلمني الرحمن جل جلاله. فالأمر هيكون بالصورة دي بفضل الله تعالى. خلال هنقول المدة تستغرق يعني من بداية ما أنا أبدأ أنفذ، أعمل زراعة لي عندي، تمام، وأبدأ، هيكون بعد 15 يوم أكون في القاهرة إن شاء الله. أروح على المعمل وأجيب الشهادة بفضل الله تعالى بإذن الرحمن جل جلاله. وهروح مركز الحكم، ده اللي هو هيحصل بفضل الله تعالى. والأمور بتسير بإذن الرحمن جل جلاله. يعني احنا ماشيين في الكون بتاعه يعني احنا ماشيين في الكون اللي صاحبه العظيم جل جلاله. هو يشاء تبارك وتعالى كيفما شاء مثلما شاء. كل شيء بيده. قل جل جلال الله تبارك وتعالى.